زواج ميسر من دون تكلف أو حتى عناء، فقد تكون هذه القرى الوحيدة في العالم التي عرف عنها مهر الصداق بأقل بكثير من المتداول في الزيجات السعودية والدول الأخرى. وهي في ذمتي، تنتقل من ذمتك لذمتي، والحمد لله اللي سوى المذهب هذا حفظنا به وكرمنا به، وبناتنا محشومات معززات مكرمات، وهذا مذهب بني ثابت. الله يحييكم تحية السيل، وهذا مذهب بني ثابت، الله يرحم من أسسه والأسسه إلا يد طاهرة، وعسى الله يرحم من أسسه. 6 قرى تسكنها قبيلة بني ثابت في محافظة النماص جنوب السعودية، يزوجون ويتزاوجون فيما بينهم بمهر مقداره ريالين فقط، ليس بخلا ولا فقرا، إنما عادة جرت منذ أكثر من 300 سنة، بدأت بريال فرنسي ثم تبعه الريال العربي اللذين كانت تتعامل بهما المدن السعودية. قبل 300 سنة أو أكثر، أقول لك مشيت أنا مع يدي ولا يعرف من أسسه. عدد أفراد القبيلة اليوم يتجاوز أكثر من 10,000 نسمة، ومع هذا العدد الكبير نسبة الطلاق والعنوسة لديهم تكاد لا تذكر. عندنا طال عمرك البنت محشومة مكرومة بريالين، عندنا ما فيه ثيب، ما عندنا واحد في عنوسة ولا مطلقة، لو تدور في القراية ما لقيت، لأن المرأة عندنا محشومة مكرومة مرفوعة. الريالين هذا يمكن يتهاونونها القبائل ذولا بعيدا عنا، لكن الريالين في وزن 100,000 عند المعرس والعريس. بالنسبة لمنطقتنا هو معروف مهر بني ثابت، ففي المحكمة مثلا يتم التصديق مباشرة على العقد، لكن في بعض المحاكم الشرعية الأخرى خارج منطقتنا يتم التحقيق قليلا، يستغربون هذا المهر، يقول كيف تزوجون المرأة بريالين؟ ونحن نقول هذا مهر قبيلة بني ثابت متعارف عليه منذ 300 سنة أو أكثر، ومتفق عليه الجميع، وما فيه أي تكاليف، ونحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهور وفي قلة الكلفة. ولا يزال هذا المهر الملقب لديهم بالمذهب فخر القبيلة، فقد ساعد الشاب كما الفتاة على الزواج المبكر والكلفة الغير باهظة من دون الاحتياج إلى سلفة أو الحصول على قرض زواج كما يحدث في الكثير من المجتمعات العربية. هاني صفيان، العربية، من جنوب السعودية، محافظة النماص.